أهلاً بكم معنا في استكشاف جديد ومثير للاهتمام. اليوم رح نغوص في أفكار من كتاب أسرار عقل المليونير لتي هارف إيكر. أهلا بك. بالفعل هذا الكتاب يعتبر من الأكثر مبيعاً عالمياً، والنقطة القوية فيه إنه ما يركز بس على استراتيجيات استثمار أو شيء زي كده. صحيح. لا، هو يركز على ما يسميه الكاتب اللعبة الداخلية للثراء، يعني العقلية، المعتقدات، البرمجة الذهنية المتعلقة بالمال. ممتاز. فمهمتنا اليوم هي إننا نستخلص أهم الأفكار اللي يطرحها حول كيف يفكر الأثرياء بشكل مختلف عن غيرهم. خلينا نبدأ بأول مفهوم أساسي عنده، المخطط المالي. إيش يقصد فيه بالضبط؟ تمام. المخطط المالي ببساطة هو زي ما تقولي البصمة أو البرمجة الذهنية التلقائية اللي عند كل واحد فينا عن المال. برمجة؟ نعم، برمجة. الكاتب يقول إنه جذورها غالباً ترجع للطفولة، وتتكون من 3 مؤثرات رئيسية. أولاً، البرمجة الشفهية، يعني الأشياء اللي كنا نسمعها تتقال عن المال والناس الأغنياء والفقر، مثل المال وسخ دنيا أو الأغنياء نصابين. بالضبط. أو العكس ممكن. ثانياً، التقليد، يعني إحنا بنشوف كيف أهلنا أو الناس المهمين في حياتنا كانوا يتعاملوا مع المال ومنقلدهم بدون وعي. وثالثاً، الأحداث الشخصية المحددة، يعني تجارب قوية إيجابية أو سلبية صارت لنا مرتبطة بالمال. إذن الفكرة كأنها في جذور تحت الأرض اللي هي قناعاتنا الداخلية هاي، وهي اللي بتحدد نوع الثمار اللي بنحصل عليها في حياتنا المالية الظاهرة. 100%. هاي هي النقطة المحورية. المعادلة اللي طرحها بسيطة. أفكارنا ومعتقداتنا، الجذور أو المخطط، هي اللي بتولد مشاعرنا تجاه المال، والمشاعر هاي بتقود لأفعالنا، يعني قراراتنا وسلوكياتنا المالية، والأفعال هي اللي بتنتج النتائج، الثمار. تمام. فلو بدنا نغير النتائج، يعني الثمار، لازم نرجع نغير الجذور، نغير الأفكار والمعتقدات الأساسية هاي. ما بكفي نغير السلوك بس من برا. مفهوم. الشغل لازم يكون عميق على مستوى القناعات. طيب، بعد ما أسس هاي القاعدة، الكتاب ينتقل لشيء سماه ملفات الثراء، 17 طريقة تفكير وسلوك. هون الموضوع بصير عملي أكثر، صح؟ بالضبط. هاي الملفات هي الفروقات العملية في العقلية بين الأغنياء والفقراء أو الطبقة الوسطى حسب تصنيفه، وهي تعتبر تجليات، يعني تطبيقات للمخطط المالي الأساسي. خلينا ناخذ كم مثال عشان توضح الفكرة. يا ريت. طيب، الملف الأول مثلاً، الأغنياء يؤمنون تماماً بأنهم هم من يصنعون حياتهم، بيتحملوا مسؤولية وضعهم المالي 100%. والمقابل، إيش التفكير اللي بيكون عند الآخرين حسب الكتاب؟ المقابل هو عقلية الحياة تحدث لي. الكاتب بيشوف إنه الآخرين بيميلوا للعب دور الضحية، يلوموا الظروف، الاقتصاد، الحكومة، شغلهم، أي شيء برا نفسهم، وبيكثر عندهم التذمر والمبررات. فرق كبير بالشعور بالسيطرة والمسؤولية الشخصية، فرق جذري. طيب، الملف الثاني، الأغنياء يلعبون لعبة المال بهدف الفوز، هدفهم تحقيق الوفرة والثراء الكبير، تركيزهم على بناء الثروة والنمو. والآخرين؟ الآخرين حسب الكتاب يلعبوا لعبة المال بهدف عدم الخسارة، يعني كل همهم هو البقاء، الأمان، دفع الفواتير. مجرد إنه الواحد يسعى بس للأمان، هذا بحد ذاته بحد من طموحه وفرصة لتحقيق شيء أكبر. واضحة الفكرة. النية مختلفة تماماً من البداية. ذكرت كمان ملف التركيز، كيف بيختلف؟ نعم، الملف الخامس مهم جدا. الأغنياء يركزون بشكل أساسي على الفرص، عيونهم دايما بتدور على إمكانيات النمو والربح والمشاريع الجديدة. والطرف الثاني؟ الطرف الثاني يميل للتركيز على العقبات. أول شيء بيشوفوه هو المخاطر، المشاكل المحتملة، كل الأسباب اللي ممكن تخلي الموضوع يفشل، وهذا التفكير بيخليهم يتجنبوا الفرص أو يخافوا ياخدوا خطوات جريئة. كأنهم بيبنوا جدار من الخوف حوالين نفسهم. تقريباً. الفكرة مش بس تفكير إيجابي سطحي، لا، هي إعادة توجيه للتركيز الأساسي من الخوف والحماية إلى البحث عن النمو والازدهار. تمام. فالنمط واضح، عقلية الوفرة والمسؤولية والفرص مقابل عقلية الندرة والضحية والخوف من العقبات. الكتاب إذن بيأكد إنه تبني طرق التفكير هاي أو ملفات الثراء زي ما سماها هو المفتاح لتغيير النتائج المالية؟ تماماً. الرسالة الجوهرية هي عالمك الداخلي هو اللي بيخلق عالمك الخارجي. أفكارك،
قناعاتك، مخططك المالي، هي اللي بتحدد نتاجك في الواقع. يعني ما في فايدة تتعلم أحسن استراتيجيات استثمار إذا برمجة عقلك الداخلية بتقول أنا ما أستاهل أكون غني، أو الفلوس بتغير النفوس. صحيح؟ فلازم إعادة برمجة للعقل عشان يتوافق مع أهداف الثراء. والكتاب يقترح أدوات عملية زي تصريحات الإيجابية الواعية، ومراقبة الأفكار السلبية واستبدالها فوراً، ومحاكاة سلوكيات الناجحين مالياً. إذن خلاصة هذا الاستكشاف نقدر نقول إنه الطريق لتحسين الوضع المالي مش بس استراتيجيات وأرقام، لكنه بالأساس رحلة داخلية بتبدأ بفهم وتغيير طريقة تفكيرنا ومعتقداتنا العميقة عن المال. بالضبط، الوعي هو الخطوة الأولى والأهم. بعدها يجي القرار الواعي بتغيير هاي البرمجة القديمة وتبني ملفات جديدة، ملفات عقلية المليونير اللي بتدعم الوفرة والنجاح. وهذا بتركنا مع سؤال مهم للتفكير فيه بعد هاي الجلسة. يا ترى إيش هي أقوى قناعة أو رسالة عن المال ورثناها أو تعلمناها وإحنا صغار؟ وكيف ممكن تكون هاي القناعة، سواء كنا واعيين لها أو لا، قاعدة بتوجه قراراتنا وتصرفاتنا المالية اليوم؟ سؤال يستحق التأمل فعلا.